أوريدو يقدم لكم برنامج مصحفي. أوريدو عيش الإنترنت. فرحتي أنسي رفيقي، عدتي في يوم ضيقي، نعمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم. نحن اليوم في مدينة بومرداس بين أحضان مناظرها الطبيعية الخلابة وجوها الساحلي الساحر، لنواصل رحلة النهل من معين ثقافتنا الدينية الإسلامية ورحلة البحث عن فائزين جدد بهدايا البرنامج. سؤال عدد اليوم يقول: من هم أحب الناس إلى الله؟ نتعرف وإياكم على الإجابة الصحيحة. في لب قلبي وبه تصفو حياتي وله الروح تلبي. مرحبا بكم في بومرداس. بومرداس اللي تشتهر في رمضان هي مدينة الفكر والإبداع، كما مشهورة بالفكرة هذه. لماذا سميت بمدينة الفكر والإبداع؟ فيها في بلاد تاع علم، بلاد تاع الجامعات، بلاد تاع المعاهد، بلاد قطب جامعي. فوالا قطب جامعي كما قلتي. بون الجامعة ظهرت غير هنا في 91 ورد هنايا. قبل كانوا المعاهد، كانوا عند 5 معاهد وطنيين يعني معروفين. فوالا. وكذلك أهل بومرداس في شهر رمضان المبارك، احكي لنا عليه. يعني صح يعيشوا واحد الوقت مميز شوية، مميز على سير الأيام بما فيه الناس. بماذا مميز؟ صلاة التراويح مثلا، فيه السهرات، بزاف الزوار يجيو، السواح بزاف يجيو المنطقة هذه، خاصة بعد صلاة التراويح. فوالا. نزيد نطرح لك سؤال. نطرح لك سؤال يقول: من هم أحب الناس إلى الله؟ مثل ما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أحب الناس إلى الله. أحب الناس إلى الله اللي يتقي الله، هم المتقون. لا أنا نقول كما ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. عاونيني ما كنا عاونك نعطيك الإجابة. أحب الناس إلى الله، أحب الناس إلى الله نعرف المتقين، هذه اللي مش نعرف. من هم أحب الناس إلى الله؟ مثل ما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ما عنديش إجابة. ما مرش عليك من قبل هذا الحديث النبوي؟ ما خاف نغلط ولا معليش حاول. الناس إلى الله في المجاهدون. لا. السلام عليكم، معكم الطالب تيجاني تقابو من ولاية إليزي مدينة كانت. أنا نقرأ في جامعة بومرداس محمد بوقرات، تسويق، تخصص تسويق. مدينة جانت كعادة ككل المدن الجزائرية في رمضان تحتفل بقدوم هذا الشهر العظيم بمسابقة دينية، والقعدة هذيك تاع العائلة في الليل جو خاص يعني، وأكثر جو خاصة تاع الصحراء مع لاتاي يعني هذه هي مدينة جانت ككل. إن شاء الله الله يبارك، سلمنا على كاع الناس الصحراء. يبلغ إن شاء الله. يسلمك أخي الكريم. عندنا من هي إن شاء الله كي تجونا تزوروا. إن شاء الله تسمحنا فرصة ونجو نزوركم. إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله. أخي نطرح لك سؤالنا اللي يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله. من هم أحب الناس إلى الله؟ أحب الناس إلى الله، حديث هذا نكملوه. من هم أحب الناس إلى الله كما جاء في الحديث النبوي الشريف؟ والله الحديث طافي فري مانيش نشفى عليه. أحب ماشي كاف اليتيم.
قال أنا وكفل اليتيم كهاتين في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، لكن احنا حديثنا متعلق بأحب الناس إلى الله. مستغفرين. ربما محاولة من زميلة. أحب الناس إلى الله. من هم أحب الناس إلى الله؟ من هم أحب الناس إلى الله؟ نعم. الصابرون واخي، الناس اللي تصبر. ما عنديش فكرة. ما عندكش إجابة؟ ما عنديش إجابة. شكرا أخي، بارك الله فيك، شكرا. أنا طالب جامعي من ولاية قالما، نلقى هنا في ولاية بومداس. قالما يعرفوها نورمالمون الناس كل، ولاية تاريخية سياحية. نسكن بالضبط في حمام دباغ المعروف بحمام مسخوطين، اللي فيه شلالة وحمامات المعدنية. رمضان في قالما يعني يجوز سخانة. جو حار عندكم كثير بزاف، باسكو كاين المياه المعدنية سخونة هذيك، ويجوز البركة قدرنا ربي إن شاء الله. هذا هو إن شاء الله، ونتمنى رمضان مبارك لكل الناس قالما إن شاء الله. إن شاء الله. أخي سؤالنا يقول: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله. من هم أحب الناس إلى الله؟ أكرمهم أخلاقا، أحاسنهم أخلاقا. لا، أتقاهم. سيدي. سؤالنا يقول أخي الكريم: من هم أحب الناس إلى الله مثل ما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ Alors, أحب الناس إلى الله جو بونس كاين الصحابة عليهم الصلاة والسلام. لا، جاء في حديث نبوي شريف: أحب الناس إلى الله أحب الناس كاين الرسول صلى الله عليه وسلم نورمالمون عليه الصلاة والسلام، لكن جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أحب الناس إلى الله فئة. لو تعرفها جاوب تفوز معنا. أوكي. أخي الكريم سؤالنا يقول: من هم أحب الناس إلى الله مثل ما ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول النبي محمد. لا. من هم أحب الناس إلى الله؟ أحب الناس أنفعهم إلى الناس حسب ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم. أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس. أنفعهم للناس. ما معنى هذا الحديث؟ الحديث هذا يعني يكون معناه أنفعهم، يعني يمد ما من عنده الأنفع الناس، يخلي ما روحه ويمد الأنفع الناس، يكون نافع للناس ونافع للمجتمع. إجابتك صحيحة أخي الكريم، هنيئا لك الفوز بهدايا برنامج مصحفي. نقدموا لك هذا المصحف. انت قلت لي موافق تختم القرآن في شهر رمضان، ان شاء الله تقرأ في هذا المصحف. يبارك فيكم ان شاء الله، وان شاء الله يكون رمضان مبارك على الجميع، ونشكركم على الحصة ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. الهدية الثانية هذا المصحف المرتل تسمع من خلاله القرآن الكريم، وهذا اللوحة الإلكترونية من متعامل الهاتف النقال أريد. نشكركم وبارك الله فيكم على هذا يعني، وان شاء الله يكون رمضان كريم للجزائر كل. من هم أحب الناس إلى الله مثل ما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. إجابتك صحيحة. لو تشرح لنا فقط الحديث. هذا الحديث يوضح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لأن أعتكف في مسجدها، لأن أسير في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إجابتك صحيحة أخي الكريم، هنيئا لك الفوز بهدايا البرنامج. نقدم لك الهدايا هذا المصحف الشريف الذي تقدمه لك قناة قرآن الكريم. بسم الله، تفضل. مصحف مرتل برواية ورش عن نافع، ولوحة إلكترونية من متعامل هاتف النقال أريد. أشكركم جزيل الشكر على هذه الفرصة على كل حال، وأتمنى لهذه القناة أن تستمر بالتطور والنجاح بإذن الله تعالى. الشر يقيني حين أحياه بروحي، فهو نور يحتويني. من هو أحب الناس إلى الله؟
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها أثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام عدد اليوم من برنامج مصحف. الملتقى غدا بحول الله في التوقيت نفسه. لا تنسونا من صالح دعائكم. تقبل الله صيامكم، صحفتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.